فما ينفعش تقارن نفسك بحد غير نفسك. وما ينفعش تربط نفسك بحاجات تعطلك. انت ايه رايك بقى؟ ايه تربط دي؟ قصدك ايه بتربط دي؟ يعني انا هنتفرع من الموضوع مهم برضه. انا شايفها وهي جايه عليا. انا شايف العلاقه التوكسيك وهي جايه عليا. انت لو في علاقه، مم. خلينا ناخدها بقى من البدايه، سواء توكسيك او لا انت لسه ما تعرفش. اوكي. انت لو في علاقه، هل علاقتك بالاشخاص بتاثر على شغلك؟ وامتى تاثر وامتى ما تاثرش؟ مثلا علاقتك، مثلا علاقه مع حد معين، فاهمني؟ بتحبوا بعض جدا، فاهمني؟ انت عندك شغلك اللي هو مثلا، ولنفترض سيناريو انت مثلا صانع محتوى، اوكي، ارتبطت عادي كحياتك الاجتماعيه بعيدا عن حياتك المهنيه. امتى الحياه المهنيه تتاثر تاثير سلبي بحياتك الاجتماعيه؟ ايه اللي يخلي حياتك الاجتماعيه تاثر، تدمر حياتك المهنيه؟ صراحه انا طول ما العلاقه اللي انا فيها ايا كانت صداقه او يعني مثلا انا وانت علاقتنا صداقه او شريكه حياتي او ايا كان، طول ما العلاقه دي بره اهلي العيله اللي هم امي وابويا واخواتي، بناقص لو هتيجي عليا بسلبيه. اي ريحه سلبيه بشمها من بعيد، آه لو شخص يهمني بقعد اتكلم معاه بقول له كذا كذا كذا. طيب عدى شهر شهرين والكذا كذا كذا دول ما اتغيروش، خلاص معلش لو سمحت يا صاحبي، انا بتكلم عن واحد صاحبي دلوقتي حتى، لو سمحت يا صاحبي انا الوضع مش عاجبني. لو هو يهمني قوي هديله فرصه تانية. طيب ما عادش يهمني قوي ممكن ما اتكلمش معاه تاني. يعني لو انا اتكلمت معاه مره وقلت له انا كذا كذا بيضايقني، هو ما ظبطش الحاجات دي او مش مناسبه ليه، يعني مش شرط ان هو يظبطها، انا مش بجبره ان هو يظبطها. انا بقول لك انا مش مرتاح في كذا، انت مش عاجبك، تمام، انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اختار اللي يريحني، ان انا ابعد عنك، ده هيريحني. فبكل بساطه بقوم ساحب نفسي وقاعد في جنب. خلاص شفته تاني حسيت ان هو اتغير، ما عنديش مشكله ان انا ابدا مع صفحه جديده، بس صفحه جديده يعني مالهاش علاقه باللي فات خالص. يعني خلينا نفترض ان هي كانت ريليشن شيب، وصلت لخطوبه حتى، واتفقنا في نقطه معينه ان احنا مش مناسبين لبعض عشان اسباب من ناحيتها قبل من ناحيتي. يعني ممكن انا اللي ما بقاش مريح ليها مثلا في نقط معينه، وعدت بينا الدنيا ورحنا وجينا وبعدين اتقابلنا في موقف معين، ما عنديش مشكله خالص ان انا افتح صفحه جديده بس ايه، كانسان جديد بقى. وده ما بيتعملش كتير الصراحه يعني. انت دايما بتحط نفسك رقم واحد في حياتك. لازم، ده لازم. انا الصراحه مش دايما بحط نفسي رقم واحد. ما كنتش كده قبل كده يعني، اكيد لا التجارب علمتك كده. بحط اهلي ممكن معايا على نفس هم قبلي بس احنا في نفس الخط. اللي هو انا ممكن اتنازل على حاجات كتيره نفسي عشانهم، لكن انت شايف ان مفيش حاجه تخليك تحط شخص فوق راحتك النفسيه، فوق مصلحتك، فوق حياتك، حتى لو شايف ان الشخص ده حد ما يتعوضش. هو في حد ما يتعوضش بعيد عن اهلك؟ اشوف يعني هي لو العلاقه بشريكه حياتي وصلت وتطورت خلاص اتجوزنا، هي دلوقتي بقت في منزله اهلي خلاص، ف تمام يعني هي مش هتتعوض. ما قبل ده لو رايحين نكتب الكتاب بكره واحنا مش مناسبين لبعض، ما عنديش مشكله خالص ان انا اكنسل. وما اعتقدش ان احنا هنوصل لمرحله ان احنا نتجوز غير لما نكون خلاص احنا فعلا مناسبين لبعض. لو في خلاف، في مشاكل، انت بتقول من شويه سواء المشاكل دي من عندي ان انا مش مريحها او من عندها، انت هل لو انت الغلط فيك بتبقى شايف ده، ولا بتبقى شايف لا ان اللي عنده الغلط ما بيشوفوش؟ يعني مثلا انا وانت في علاقه مثلا دلوقتي، فدلوقتي في حد في ايه العلاقه مش كويسه، في مشكله، انت شايف المشكله عندي وانا شايف المشكله عندك، هل اللي عنده المشكله فعلا عارف ان عنده مشكله ولا لا؟ يعني امتى الشخص التوكسيك يعرف انه توكسيك؟ شوف هي ادام علاقه ناضجه و...
وهاديه كفايه ان احنا قادرين نبقى كويسين مع بعض، نبقى طبيعيين مع بعض، واخدين راحتنا مع بعض، يبقى الحل ان احنا نتكلم. انت لو حسيت بحاجه سلبيه فيا لازم تيجي تتكلم معايا. طيب انت بتقول ممكن اكون انا ما بشوفش غلطاتي. لا، ما في يعني في حاله ان العلاقه ناضجه انا لازم اتنازل عن افكاري كلها اصلا واسمعك، اشوف انت عندك ايه، طيب ابص بمنظورك، اشوف يعني اشوف نفسي بطريقه مختلفه، احط نفسي مكانك. يعني ممكن اكون الحاجه اللي انا بعملها ما بتضايقنيش خالص، ما بتضايقنيش اصلا، بس فعلا تكون بتضايقك، او ممكن تكون لو ما اتعملتش هتكون بتريحك، مش شرط تكون بتضايقك. فاهم الفكره؟ بس حاجه بسيطه مثلا لو اتعملت هتفرق معاك. هي مش هتفرق معايا بس انا عارف ان هي هتفرق معاك، ابدا احاول اظبطها. لازم يبقى فيه يعني اتنازل شويه عن الايجو اللي جوايا وعن شخصيه اللي ما بيغلطش واللي ما مفيش زيه. كتير بتبوظ لان انا رافض او انا مش فاهم اللي قدامي متضايق ليه. عمري ما شفت الحياة بعينه. معلش انا دلوقتي مثلا في حد عنده مثلا هوس النظافة، انا ما عنديش مشكلة لو انا سبت مثلا التيشيرت بتاعي على الكرسي ودخلت نمت. في حد شريكي في حياتي عنده مشكلة كبيرة، ما ينفعش اصغر من المشكلة دي، ما ينفعش اقول ايه المشاكل التافهة اللي معايا بيفتعلها، بحس انه بحط في دماغي بقى افكار بقى، لا ده بيفتعل مشاكل، لا ده بيخترع حاجة عشان يعمل مشكلة، لا ده انسان تافه، لا ده انسان سطحي، لا هي حاجة فعلا عنده فيها مشكلة. وقيس على كده حاجات كتير. انا مثلا ممكن بيضايقني الصوت العالي في العموم. في ناس كتير عادي ما اتكلم بصوت عالي وتتكلم بصوت عالي، انا بيعصبني الصوت العالي. انت لو قدامي بتتكلم بصوت عالي انا مش هسمع انت بتقول ايه مبدئيا، وكل اللي هشوفه ان انا عايز اقوم امحي الصوت ده كل اللي في دماغي دلوقتي، فاهمني؟ فممكن حد غيري اللي هو ما قالش حاجه غلط، ايوه بس قالها بصوت عالي، فاهمني؟ انا الصوت العالي بيضايقني. فلازم عشان تختار شريك حياتك فتره مثلا الخطوبه ما تبقاش مجرد فترة أنا بحبك وأنت بتحبيني وشكرا وورد لا، دي فترة معمولة في الأصل عشان نعرف بعض. انا مش مئز دلوقتي. لا بجد يعني هي مش ده مش مقدر عشان بس مش في ريليشن. صدقني الموضوع ممتع بس يعني لما تخش بيه ماشي اصدقك. لا، هي في فترة دي معمولة عشان أنا أعرفك وأعرف إيه الحاجات اللي بتفرحك وإيه الحاجات اللي بتضايقك، وكذلك أنت تعرفني وتعرف، نحاول نبالانس حياتنا. ليه؟ لأن الحاجات دي بيتقاس عليها حاجات كتيرة جدا. هل الحاجات اللي أنا بكرهها أنت هتعرف تتعامل معاها ولا لأ؟ فاهمني؟ مثلا في إنسان متحكم، طبعا متحكم، فاهمني؟ فاللي قدامي هيتأقلم إن أنا إنسان متحكم ولا لأ؟ ما ينفعش أتنازل على نفسي. اللي هو بص، اول خلاف على فكره انت انسان متحكم وانا صابر لك كتير وبسكت عشان نمشي الدنيا. ليه تمشي الدنيا يا معلم؟ طب ما انت من البدايه الصفه دي مش جايه معاك سكه، مش راكبه على شخصيتك خلاص. يعني انت مش شايف ان ده؟ شوف انا بالنسبه لي الصراحه الموضوع بكل بساطه ان احنا شخصيات، يعني في شخصيه هتركب على شخصيه تانية هيبقوا ماشيين مع بعض ومتوافقين وفي بينهم تناغم حلو كده، وفي شخصيات لا، في حتت معينة، طباع شخصية مثلا، طباع جوه الشيء ده ممكن تتغير قبل للتغيير، قبل للتطوير، يبقى في مرونة من الطرفين. الحاجات دي ممكن نبدأ نعدلها ونظبطها كده مع بعض. طيب أنا دلوقتي وصلت لحتة إن أنا مش في صفة معينة عند الشخص اللي قدامي أنا مش قابلها، وانا كمؤمن مثلا شخصيتي مش متحكم. يعني انا ما اقدرش اقول اللي قدامي يعمل ايه وما يعملش ايه، هو كبير كفايه ان هو يعرف هو يعمل ايه. قرارات الشخصيه يعرف ياخدها. بالظبط. ممكن اديله نصيحه، ده محتاج. ممكن اقول له شوف انا رايي ان لو دي اتعملت كذا هتبقى احسن، هتبقى مريحه ليه على الاقل. ما خدش بيها انا مش هقول له يعملها تاني، انا خلاص انا اكتشفت ان الشخص ده مش مريح معايا. مثلا ان خلينا نقول احنا كرجاله عادي في سكن طلاب مثلا، في شخص معين ساكن معايا في الاوضه بيعمل طباع معينه مش عجباني. طيب انا قلت له مره ما فيش تغيير. طيب انا في الحاله دي عاوز اللي يريحني. ايه اللي يريحني؟ ان انا هسيب السكن بكل بساطه. انا مش هقول له لا يا اسطى معلش غير اللي انت بتعمله ده، واقعد اقول له تاني طب انت ليه ما عملتش كده، طب معلش، واقعد اعيد واكرر واحاول اتحكم فيه. لا،
انا مش مرتاح همشي. ومفيش حاجه اسمها الحاجه دي هتتغير بعد الجواز، بالعكس ده الموضوع بيسوء بعد الجواز. يعني انت لو في ريليشن وانت بتتنازل عن حاجات انت شايف انها مش مناسبه بالنسبه لك، وهي بتتنازل كمان عن حاجات هي شايفها مش مناسبه بالنسبه لها، تيجي بعد الجواز انت في قفص يا معلم خلاص. شوف الحالة الوحيدة ان الحاجة تتغير بعد الجواز ان في طرف هيجي على نفسه. وده مش هيعرف يستمر عليه العمر كله. في ناس هتعرف تستمر بس هتبقى مش عايشة. في ناس بتستمر بالذات، يعني اغلب التجارب بتكون بنات بيبقوا مغلوبين على امرهم، واللي هو ظل راجل ولا ظل حيطة والكلام ده، واللي هو يعني بيفضلوا طول عمرهم عايشين حياة هم مش عاوزينها اصلا. فاهم الفكرة؟ انا وانا بقول الكلام ده حسيت ان ممكن يكون حد كده، بس لو في حد وصل للمرحله دي خلاص هو يحاول بس يتصالح مع نفسه ويعمل حاجات تبسطه بعيدا عن العلاقه. يعني هو برضو المتجوزين حياتهم ما بتكونش ان هم متجوزين بس، في كل واحد عنده حياه شخصيه. بس من قبلها بقى لا لازم، يعني انت كبنت مثلا مش عاجبك صفات معينه في الشخص اللي انت تتجوزيه، ما تقوليش هتتغير بعد الجواز. لو انت برضو كولد ومش عاجبك لبس البنت دي مثلا، ما تجيش، ما تروحلهاش. يعني انت مش عاجبك لبسها من بعيد، ما تجيش جنبها. ما تقولش هغير ومش هغير، هي شخصيتها كده. انت مش جاي تغير بني ادم، انت جاي تتشارك مع بني ادم في حياه. لو قربته بطريقه وبعدين اقترحت عليها ان هي تغير ستايلها، ولقيت ان هي اصلا كانت مستنيه ان حد يقول لها، خير وبركه. انما لو هي مصره على اللي هي بتعمله ومش مناسب ليك، اتفضل امشي، هتلاقي غيرها. احنا كام دلوقتي؟ 8 مليار. لا بقى كترنا عن كده. 8 مليار انسان. يعني شلنا العواجيز والعيال الصغيره اولى بقينا 4 مليار. يعني في 2 مليار راجل و2 مليار ست. في اكيد فرص كبيره ان الاثنين يبقوا شبه بعض يعني على الاقل. بس هو دايما بيبقى بقى جواك بقى ايه؟ شعور التحكم. ده اول حاجه بتقول انك توكسيك. انت توكسيك يا علي. اكيد كلنا كنا توكسيك في علاقات معينه. واكيد كلنا عملنا حاجات اكتشفنا بعدين ان احنا توكسيك، بس وقتها انا ما كنتش حاسس ان انا توكسيك. يعني انا عرفت متاخر. عشان كده بسال نفسي دايما، هل الانسان وهو في موقف انه بيعمل حاجه غلط بيبقى مدرك ده، ولا الايجو طاغي عليه فاللي هو لا عمل حاجه غلط ايه ده انا سيد الناس. انا الكوبايه دي عجباني فاهمني، بس الايد بتاعتها حاسسها خشنه شويه فعايزها تبقى ايه حاجه. دي حاجه مستحيل تتغير فاهمني، الا اذا كسرت الكوبايه وعملت معجزه ولصمت كوبايه تانية. استحاله كوبايه هتعمل فيها ايه؟ ازاز هيتكسر خلصت. انا عاوز اقول لك حاجه، يعني المثال اللي انت اديته ده على كوبايه، تخيل بقى الانسان، يعني مستحيل. هو في حاجه قدامك انت بتقول عايز تغيرها، وانت من جواك لو فكرت دقيقه عقل كده مع نفسك استحاله تتغير فاهمني. ليه اقول لا خلاص هاخد الكوبايه ونشوف الموضوع ده بعدين؟ ليه اشوف الموضوع ده بعدين؟ ليه ابقى متحكم في حياه بني ادم هو جاي لي عنده شخصيه، عنده حياه، عنده كارير، عنده احلام مختلفه تماما عن احلامك، هو عايز يحقق حاجات مختلفه عن او انت مش حلمه. يعني انا لما بكون في علاقه مع حد الهدف بتاع حياته مش انا هدفها وهي هدفي، لا احنا عندنا حياه شخصيه، احنا بنتشارك في حاجات كتيره جدا. مشاركه يعني اسمى مشاعر الانسان والونس وشعور ان في حد معاك في الطريق اللي انت ماشي فيه. بس انت مش هتغير طريقك عشان حد، ومحدش هيغير طريقه عشانك الا اذا كان حابب ده وعامل ده بكامل ارادته. انت ما جورتوش على كده. لاي حاجه بتجبر البني ادم عليها اثناء العلاقه وهو تنازل عنها بدافع بقى ان لا انا بحبه هتنازل عن دي عشانه. لو انت شايف ان انت مش هتعرف تقعد متنازل عمرك كله عن الحاجه دي، ما تكملش. لان اللي بيتنازل عن حاجه مع مرور الوقت بيبقى حق مكتسب على الطرف التاني، اللي هو مثلا هو التنازل لازم يكون معاه تصالح. يعني انا خلاص نزلت عن دي، انا حرفيا خلاص بقيت متصالح معاه. اعرف ان الطرف التاني يبقى اخد حق ملكيه. بالظبط. انا مثلا انت اديت له الحق. بالظبط. انا مثلا شريكتي مثلا بشعرها تمام، فانا قلت لها انا حابب ان شكلك معايا يكون بالطرحه وكده. فهي قالت اوكي ماشي انا بحبك وبتاع اعمل اللي انت عايزه، فلبست الطرحه فاهمني. بعد كده لو قلعت الطرحه فانا هشوف ان لا انت عملت حاجه غلط، رغم ان في الاصل هي دي كانت حياتها فاهمني. بس هي اتنزلت مره واثنين وثلاثه، فده بقى حق مكتسب بالنسبه لي فاهمني. او انا بقيت شايف ان ده سواء غلط او صح، انت خليت اللي قدامك يحس ان هو
انت عملت حاجه غلط. هي لو عملت حاجة غير اللي احنا اتفقنا عليها يبقى هي كده بتضحك عليا، هي كده حرفيا خلفت الاتفاق يعني. بالظبط. فانت لازم تعرفي من الاول اي حاجه هتتنازلي عنها هتعرفي تفضلي متنازله عنها العمر كله، مم. ولا واحنا ما بنقولش التنازلي، احنا بنقول اعملي الحاجة اللي انت تبقي واعية بيها، يعني عشان ايه ما نقولش الناس ما تفتكرش ان احنا مثلا بنقول تنازلي عن حقوقك وتبقي راضية ان انت بتتنازلي عليها مثلا، او للراجل يعني، ما بتكلمش عن جنس معين. بس فكرة ان خلاص انت قررت تعمل ده واخدت القرار ده، مفيش رجوع، في مرونة. ده اللي انا بحبه الصراحة. نقعد نتناقش تاني عادي، ويبقى في اتفاق جديد، بس مع حقية ان الطرف التاني ممكن يرفض، يعني عادي هو حقه ان هو يرفض، لان احنا اتفقنا اولا. مم. دي حقيقه. دي حقيقه. انا شايف ان كل حاجه بتيجي بالمرونه وبالاتفاق بينك وبين الطرف التاني. لو عندكم مبدأ النقاش في المقام الأول قبل أي قرار، فأنت حليت 90% من مشاكلك مع الطرف التاني. أنت حاطط مبدأ نقاش. يعني إيه مبدأ نقاش؟ يعني أي مشكلة هنقعد نتناقش فيها، هسمع وجهة نظرك، هسمع وجهة نظري، وأشوف الدنيا بعينك. نرجع تاني أشوف الدنيا بعينك، وأشوف أنت شايف الموضوع بوجهة نظر معينة عاملة إزاي، وأشوف أنا شايف ونوصل بقى لإيه؟ لحل مشترك. جميل. مفيش نقاش في الدنيا بين اتنين عاقلين ناضجين واعيين سويين نفسيا ما بيخلصش بحل. تمام. الا اذا في البدايه خالص وما وصلناش لحل فسيبنا بعض، لكن وصلنا لمرحله متقدمه واحنا اوريدي خلاص احنا واعيين ان انا وانت انا وانت مناسبين لبعض، وانا وانت خلاص احنا شخصياتنا مناسبه لبعض. فالنقاش هيحل اي مشكله هتيجي بعد كده. ومش عيب ان انا اغلط، يعني مش عيب ان انا اغلط واحنا بنتناقش اكتشف ان لا انا كنت غلط فاقول انا اسف. مش عيب ولا حاجه تقل مني، فاهمني؟ في الاول وفي الاخر اسف، كلمه اسف بتحل مشاكل كتيره جدا. اللي قدامك لما يحس ان انت شايف ان انت غلط واديته حقه في المشكله كافيه بالنسبه له. هو مش طالب اكتر من ان انت تعترف بغلطك وتقول انا اسف. انا اسف تقيله قوي بالنسبه للرجاله، يعني ممكن بنات عادي بتقول انا اسف. مش كلهم برضو، في بنات بتحب تقلب الترابيزه، علاقات توكسيك. بس انا شايف ان في ناس كتيره ما عندهاش مبدأ جمله انا اسف لما بيغلط. الجمله دي والثقافه دي عامه لازم تكون عند كل بني ادم في الدنيا، سواء في علاقته بقى بالطرف التاني شريك حياته، سواء علاقته باصحابه، سواء علاقته باهله ابوه وامه. انا غلطت في حاجه مش عيب ان انا اقول انا اسف. احنا لازم نبقى مدركين برضو ان الغلطات دي والمشاكل اللي بتحصل بتساعدنا اصلا ان احنا نبقى احسن يعني. كويس ان المشكله الصراحه لما بتحصل لي مشكله في حياتي او في علاقاتي او اي حاجه بقول كويس ان المشكله دي حصلت دلوقتي عشان نلاقي لها حل. ده هيخلينا قدام مرتاحين اكتر. دي حقيقه. والمشاكل عامه هي اللي بتكبرك، فاهمني؟ معلش انا دلوقتي مثلا حصلت لي مشكله في حاجه معينه، كونت تجربه، فالتجربه حتى لو تجربه سيئه تعلمني، فاهمني؟ يعني معلش انا دلوقتي حاطط الكوبايه على طرف الترابيزه، اشتغلت في المكتب بتاعي عادي جدا، ايدي خبطت غصب عني في الكوبايه، وقعت اتكسرت. دي تجربه سيئه علمتني ايه؟ ما احطش الكوبايه في طرف الترابيزه. بكل بساطه، الدنيا بسيطه، احنا بنعقد امور كتير. وقيس على كده تجاربك في حياتك كلها. انت التجربه السيئه ما تقولش لا تقعد عمرك كله. ممكن ادي مثال على الكوبايه. مش شرط عشان تتعلم تتلدع، يعني مش شرط تكون الكوبايه بتاعتك هي اللي وقعت. بص على تجارب الناس التانية. انا حصل موقف في حياتي مثلا له علاقه بالكوبايه. جميل. اخويا كان قاعد شغال على اللابتوب بتاعه والشاي جنبه، الشاي وقع على اللابتوب، الكيبورد اتحرقت وباظت. انا اتعلمت ايه؟ ما احطش كوبايه شاي جنب اللابتوب. بقى عندي هوس ان كوبايه شاي جنب اللابتوب لا. ايوه، ما دي بقى ليه احنا بنقول للناس تقرا كتب وتشوف تجارب ناس تانية، بتعلم من اخطائهم. مش شرط مش لازم اتلسع عشان وفي نفس الوقت يا عم حصل لك المشكله مش نهايه الدنيا. مش هقعد طول حياتي يا انا ليه حطيت الكوبايه على طرف الترابيزه، انا هفضل ندمان على القرار ده حياتي كلها. حياتي واقفه على القرار ده ليه يا عم؟ في ايه؟ اتعلم وموف اون والدنيا حلوه وهترجع احسن من الاول. هات كوبايه تانية. هات كوبايه تانية، اعمل مشكله وغير الترابيزه، فاهمني؟ المشكله لو الكوبايه مهم. مشكله الكوبايه مهمه. يعني المفروض ما كنتش احطها على الطرف من الاول.
المفروض احافظ على الحاجه المهمه. ما هنرجع بقى لنقطة ان بقت حاجة مش في ايدي خلاص. لا، اللي حصل حصل، يعني بس اتعلمنا ايه؟ ان احنا نحافظ على الحاجات المهمه. دي حقيقة، دي حقيقة. كذلك على يعني احنا احنا بنتكلم عن الكوبايه على فضل وانا مش قصدي الكوبايه. مش قصدي الكوباية خالص. بس يعني ما تقيس برضه على الكوبايه اللي الكسر ما بيتصلحش. ما انت تقول الكوبايه ما بتتصلحش، لا، الكوبايه ما بتتصلحش، بس في حاجه بس بتتصلح. الانسان بيتصلح، الانسان بيتصلح وبيتغير وبياخد فرص تانية، والانسان مش مجرد حاجه وبتتكسر وملهاش روح، لا يعني احنا بنتجدد كتير وزي ما قلت لك احنا بنكتشف نفسنا يوم ورا التاني. كذلك لو انت في علاقه الطرف التاني بيكتشف نفسه يوم ورا التاني. لازم تكون عندك القدر الكافي من الاستيعاب ان اللي قدامك بيتغير، مش عشان هو كان لابس لك ماسك، مش عشان هو كان بيتعامل معاك باسلوب وغير اسلوبه. لا، الانسان قدامك بينضج وانت لازم تتاقلم مع ده. انا النهارده غير انا امبارح، وعلاقتي بانسان لو تستمر اكتر من سنه فطبيعي جدا ان هو يتغير. طبيعي جدا ان انا يبقى شخص تاني اللي قدامي، مش عشان هو انسان بوشين، لا، علشان هو انسان بس هينضج وهيتعلم، خصوصا لو هو بيمر بتجارب في حياته، مش مجرد شخص قاعد ما بيعملش حاجه. فاهمني؟ فلازم يكون عندي المنتاليتي ان انا لا اشوف اللي قدامي على قياسي. اشوف شخصياتنا رايحه بينا لفين، هنوصل نقطه اتفاق ولا لا مش هنوصل نقطه اتفاق. فاهم حاجه في اي علاقه ان احنا نشوف عيوبنا هتنفع مع بعض ولا لا. ختام الموضوع دي كلها. آه، انت قلت كل حاجه الحقيقه، وممكن انا ما عنديش خبره قوي في العلاقات، آه، لان الصراحه بكل بساطه اللي مش مريحني ما بعملوش. فتجاربي في العلاقات بتكون ان انا دايما ايه ده، انا زهقت، انا ماشي، فاهم؟ مش بشكل سيء او سلبي، يعني بكون معرف يعني 100% وبشكل صريح جدا، انا صريح وبعبر، ببقى معرف الشخص اللي قدامي ان انا ماشي. بس فعلا ده ده الحل البسيط بالنسبه لي بعد محاولات الاصلاح. يعني انا مش هغير اللي قدامي، بس هساعده ان هو يصلح نفسه، ان هو يغير نفسه، ان هو يبقى احسن. وده الصح. يعني كويس ان انت مدرك ده. اي حد اول علامه ازاي تعرف ان معاك انسان توكسيك يمشي من غير سبب، من غير ما يكون معرف الطرف اللي قدامه اي حاجه، من غير لا 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 لا، ده مش ده احنا. خطر، ده خطر ده. لا، انا ضد ده انا مع فكره التعبير. احنا لازم نتكلم يا جماعه، ما ينفعش حد يبقى متضايق ويسكت، ما ينفعش حد يبقى مبسوط ويسكت. انت شاركني، فاهم؟ يعني شاركني، انت حاسس بايه؟ انت متوتر فبتتكلم مع، يعني مثلا احنا في مكان عام، انا وانت قعدنا على القهوه، فانت عندك مشكله معينه في حياتك موتراك، فلقيتك بتتكلم مع الشخص الويتر مثلا اللي بينزل لنا، احنا قلنا قهوه يبقى القهواجي اللي بينزل لنا الطلبات، بتتكلم معاه باسلوب شديد شويه او مش مريح. لا يعني ما ينفعش انا احكم عليك بقى ان انت بتعامل الناس وحش، لا، انا لازم افهم منك. طيب هل انا هفهم لوحدي؟ اكيد لا. انت اللي لازم تكلمني، انت اللي لازم تيجي من الاول تقول لي معلش انا متوتر النهارده، تعامل انت مكاني. معلش انا متوتر النهارده، ما تدخلنيش في حوارات ممكن تزود التوتر عندي. معلش الصوت العالي بيضايقني، فلو ممكن توطي صوتك شويه. فاهم الفكره؟ روح ان انت تشارك اللي جواك بتحل برضه محدش مشاكل هيعرف كتير من غير جدا. ما تقول، من الاخر دي رساله للبنات بالخصوص. محدش هيعرف من غير احنا ما تقول. كرجاله عمرنا ما هنفهم من غير ما انت تقول. انت مالك؟ يعني انا مفيش. مفيش. لا لا لا، ما انا صراحه عشان اكون صريح، انا حاسس ان الكونسبت ده اصلا هزار، يعني ما شفتوش في حياتي الصراحه. لا انا شفت في فكره حياتي. الملك مفيش دي، على فكره في انا لو حصلت معايا اقسم بالله ما انا متكلم تاني لحد ما هي اللي تيجي تتكلم. اما ليش في ملك ومفيش دي. انت بص، انت كده خسرت 70% من مع السلامه، مش مع السلامه. يعني حتى اصحابي يعني، فاهم؟ يعني او زمايل شغل او ايا كان الموقف اللي احنا فيه، لو ما عندهمش المرونة دي ما بتعاملش. يعني انا عاوز اللي قدامي
حتى البارتنر والله، حتى شريكة حياتي اللي انا عاوزها تبقى معايا، عاوزها تبقى زي ما انا وانت بنتكلم كده مع بعض، عاوزها تبقى واحد صاحبي قبل اي حاجة. لا، عاوزها تتعامل معايا كأنها واحد صاحبي بس هي انا معاك يا معلم، كمل ان شاء الله تتحقق ان شاء الله. واحنا كده وصلنا للنهاية. عندك كلام تاني تقوله؟ لا احنا قلنا تقريبا اغلب احنا قلنا الحاجات، كل حاجة. ولازم نقول ان احنا كل اللي قلناه ده مم. دي آراء شخصية آراء شخصية تماماً. وده قدر معرفتنا. في ناس كتير عندها قدر معرفة أكبر، في ناس كتيرة ممكن تكون تفيدكم في مواضيع احنا اتكلمنا فيها أكتر بكتير. احنا بس بنشارك تجربتنا، بالظبط. لعل شخص واحد من اللي هيشوفوا الفيديو ده هيستفاد. حتى لو انت الشخص ده او انا الشخص ده تاني، بالظبط يعني ممكن احنا بعد شهر نسمع الكلام ده ندرك حاجات ده احنا الهدف، مش ده, واخدين ده بالنا الهدف من البرنامج، وده الهدف من الحلقات اللي بننزلها، ان احنا شخص واحد هيستفاد. احنا وصلنا للهدف بتاعنا. شكرا ليك مم. وشكرا لاي حد بيتفرج علينا. احنا انبسطنا، انا انبسطت عامه بالحلقه. والله انا مبسوط بيك انت شخصيا، يعني فكرة ان انت معايا ده المحادثه شيء دي يمكن ما عمرها ما كانت تطلع بالاريحيه دي انا ما غير كنتش متخيل خالص يعني صراحة. عمرنا ما قعدنا نقعد في على القهوه او في مم. مكان هنتكلم الكلام ده. ده فانا حقيقي. مبسوط بالحلقه ان هي ادتنا فرصه ان احنا نعبر عن ارائنا بالطريقه دي. ان شاء الله الناس تكون اتبسطت واستفادت ويعني شاركتنا التجارب اللي احنا قلناها دي. المشاركة، يعني فكرة المشاركة هي الهدف من البودكاست ده. يعني انت ممكن تكون دلوقتي بتسمعنا وانت بتطبخ، وانت سايق، وانت بتتمشى، وانت بتذاكر، وانت بتعمل اي حاجة في يومك. احنا بنشارك بعض، انت بتكون بتعمل حاجة واحنا بنعمل حاجة وبنشارك بعض فيها. ولو عندك اي رأي موافق على اللي احنا قلناه، عرفنا في التعليقات وشاركنا ده. لو عندك رأي معارض عرفنا برضو وشاركنا ده. وبتمنى ما يكونش حد زعل من اي كلام احنا قلناه. لو لقيت نفسك في اي شخصية من الشخصيات اللي احنا اتكلمنا عنهم، ممكن تعبر عن نفسك اكتر. فكرة ان احنا لازم نعبر ولازم نتكلم ولازم نشارك. يعني ده الهدف من الحياة اصلا، مش من البودكاست بس. دي حقيقة، دي حقيقة. شكرا ليكم لو وصلتوا لهنا في الفيديو او في البودكاست. لو انتوا بتسمعونا على اي منصة تانية غير يوتيوب، ما تنسوش تعملوا لايك، لان ده فعلا هيساعدنا ان احنا نوصل لناس اكتر ونشارك ناس اكتر. وشكرا لعلي شكرا على جزيلا. كل حاجة الحقيقة، وعلى الصدفة الجميلة. يعني هو قدر ربنا ربنا وترتيبه. يجعلها متكررة قريب يا رب بإذن الله. ان شاء الله. وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كات. بسام ورا الكاميرا، رجل الكواليس، دايما معانا في كل مكان. شكرا بسام. ابو بكر. حاسب 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 حاسب. عايز اخش الكادر. اهو ده هو ده اللي شغال، بس ده قفل. ليه بس؟ ليه؟ معلش انا اسف على حاسب بالراحه. التدخل المفاجئ. يعني افتح الكادر، اعمل العدسه. متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، وكملوا مقاطعة. انت مش ظاهر في مين اللي بيتكلم؟ انا انت ظاهر كده. اوكي. سلام.